أهلا بيكم في قناة أصل الطبخة مع إيناس. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الطحينة لأن سعرها بقى خرافي جدا. سعرها وصل 200 جنيه، فطبعا مش هنقدر نجيبها، فنعمل ايه؟ قررنا ان احنا نعملها في البيت بطعم أحلى بكتير، والتقل بتاعها هيعجبك جدا، وده الشكل بتاعها. ويلا بينا نشوفوا مقاديرنا. مقاديرنا عبارة عن كوباية صغيرة من السمسم وكوباية صغيرة من السوداني. دي اختيارية، لو انتي حابة تدمجي الاتنين مع بعض هتبقى طعم الطحينة جميل جدا. حابة ان انتي تعمليها بالسمسم بس اعمليها، حابة تعمليها بالسوداني بس تقدري تعمليها. بس انا حبيت ان انا امزج الطعمين في بعض، لقيت طعم الطحينة جميل جدا. فعملت كوباية صغيرة من السمسم وكوباية صغيرة من السوداني، الاتنين مش متحمصين عشان هبتدي ان انا احمصهم، وكوباية صغيرة برضو من الدقيق، وكوباية صغيرة من الزيت. والزيت طبعا لازم يكون زيت طعمه كويس عشان ما يبانش معاكي في الطحينة ويبوظهولك. هاخد بقى الكمية بتاعتي واحطها على النار، ابتدي بس كده ان انا احمصها شوية، ولما اللون بتاعها يبتدي ان هو يصفر اكون محضرة بقى الكبة بتاعتي او المطحنة عشان اطحنهم كويس قوي واخليهم ناعمين. دلوقتي بعد ما المقدار كله اتطحن معايا، جبت شفشق الخلاط وهبتدي احط شوية بشوية برضو من الكمية دي. مش هقدر ان انا احط كل الكمية علشان تتضرب كويس في شفشق الخلاط. واحط معاه كوباية الزيت وابتدي ان انا اضرب واشوف القوام بتاعها وتقله وصل لايه. طبعا لما لقيت ان لسه القوام بتاعها خفيف كملت من الخليط المطحون عليها لحد ما اوصل للقوام اللي انا شايفاه مناسب. والكمية دي اخدت مني الكوباية الصغيرة اللي شفتيها، ومعاها اقل كمان من الربع زيت. تمام كده انا خلصت الكمية كلها زي ما انت شايفة. جبت برطمان يكون نظيف مفهوش مية علشان الطحينة بتاعتك ما تخسرش، عشان تقدري تحفظيها في التلاجة زي ما انت عايزة. ودي ان شاء الله تنفعنا في شهر رمضان كمان بدل ما انت بتشتريها. وفي نفس الوقت زي ما قلتلك انت ممكن تعملي الطحينة دي بالسمسم بس او بالسوداني بس المرة دي انا عملت مزج بين الاتنين، لقيت طعمها جميل جدا. يعني لو متوفر عندك السوداني ومتوفر السمسم تقدري تعملي الخطوة اللي انا عملتها دي. وده بيكون الشكل النهائي للطحينة بتاعتنا والقوام بتاعها. واتمنى ان الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. وان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية.